اهلا بكم اعزائنا مشاهدي المصريه في كل مكان، وحلقه جديده من نجوم الرياضه. وزي ما احنا متعودين من اسبوع لاسبوع بنحاول نجيب لكم كل الاحداث الرياضيه على الساحه المحليه والعربيه والافريقيه والعالميه. الحلقه دي مميزه جدا النهارده لان في احداث كتيره حصلت على مدار الاسبوع، واخرها النهارده الساعه 12 الظهر بتوقيت القاهره كان في القرعه للتصفيات النهائيه لكاس العالم في قاره افريقيا، والخمس مباريات اتحددت مين هيلعب مع مين، هيلعب فين الاول، ومباراة العودة هتتلعب عند مين. كل الكلام ده اتعرف. هنتكلم عن القرعة، هنتكلم عن بطولة دوري أبطال أفريقيا ومين اللي تأهل ومين اللي لسه ما تأهلش. هنتكلم عن كل الحاجات دي، وبيسعدني ان انا يكون معايا ضيوفنا النهارده. الحلقة كلها هتبقى معاهم المحللين الرياضيين لبرنامج نجوم الرياضة، كريم سعيد وكريم رمزي. اهلا بيكم. ازيك يا ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. النهارده الناس كلها كانت قاعده الساعه 12 بتتفرج على القرعه وبيدعوا ان منتخب مصر يجي مع يعني احسن الوحشين من الخمسه. طيب مصر وغانا انا هاخد رايكم يعني فيهم، وبعد كده نتكلم على المباريات الثانيه كلها وتوقعاتكم قبليها. بس الاول كريم رمزي خلينا نبتدي بيك. انت كنت متوقع مين؟ وفي وقت القرعه لما لقيت القرعه ماشيه كده كنت خايف من مين؟ بص، اتوقع مين؟ انا ما كنتش متوقع، بس كنت دايما بقول ايه زي ما انت قلت كده، حلو التعبير في الاول، احسن الوحشين. احسن الوحشين كان من وجهه نظري تونس ونيجيريا مثلا. يعني تونس ونيجيريا كانوا هما الانسب لمصر لظروف كتيره، ان تونس عندها تقريبا نفس ظروف البلد بتاعتنا، عندها لعيبه محليه كتير، عندها مشكله في المدرب. مشكله في المدرب. اقل منتخب من الخمسه الكبار خدوا النقط 11 نقطه، يعني بعيد عن الثلاث نقط الاعتباريه اللي خدوهم من راس الاخضر ب 14 نقط بس. 11 نقطه هم جابوهم فعليا، ده برده رقم قليل جدا. تونس كانت مناسبه. نيجيريا نفس الامر. نيجيريا يعني بالمقارنه مع كوت ديفوار وغانا والجزائر اللي احنا عارفين قصتها كلنا، يعني احنا دي مش عايزين نلعب مع الجزائر، الامور ممكن تبقى بعيد عن ملعب كره القدم. فانا كنت شايف ان تونس ونيجيريا الافضل. غانا هي اصعب منتخب طبعا في الخمسه كلها، رقميا وعمليا. رقميا هي المنتخب يعني اقوى هجوم واقوى دفاع كمان. اقوى هجوم وتشارك في اقوى دفاع. في المقابل انت اضعف دفاع في الفرق الصاعده، يعني في الفرق من العشره يعني بسبع اهداف. هم دخل في مرماهم بس 3 اهداف، هم عندهم 18 هدف، عندهم 15 نقطه خدوهم. كسبوا 5 ماتشات واتغلبوا ماتش واحد كان من زامبيا يعني، وفي زامبيا 1-0 بس. اتصور كمان فرق الاهداف بتاعتهم عشان الناس برضه تبقى عارفه ان هو كان كسب اول ماتش في تصفيات لسوتو 7-0، ف7-0 دوت فرق معاهم كتير. غانا طبعا منتخب كبير جدا. تمام. كريم سعيد، مصر وغانا شايفها ازاي؟ هنلعب الاول هناك في اكرا وبعدين هنرجع نلعب هنا في مصر. بقى فين في مصر هنتكلم في الموضوع. هو طبعا انا بس اختلف مع رمزي في حاجه واحده، ان غانا مش هي الاصعب. يعني ممكن رقميا كانوا ارقامهم كويسه انما اعتقد يعني العفريت الكبير بتاع المنتخبات افريقيا كوت ديفوار. كوت ديفوار هو اعتقد يعني ان احنا ما لعبناش كوت ديفوار ده نجاح. النقطة الثانية ان انا شايفها ان هي برضه نجاح في القرعة، ان احنا ما لعبناش حد من شمال افريقيا حاليا. مش عشان طبعا احنا فنيا مصر حاليا فنيا افضل من تونس والجزائر في ارض الملعب، لكن في عوامل ثانيه بتاثر. المشكله انت ما بتلعبش كوره، هي دي الفكره. يعني النقطه هم ما بيخلكش تلعب كوره، ما بيدكش مساحه. مثلا لو الماتش 90 دقيقه هتلاقي مثلا مجمل الكوره اتلعبت في 90 دقيقه دي بالظبط نصها مثلا او حاجه. تمام. ده نصاد انت يا راجل، ده كويس. ده الماتش اللي هو الفاصل اللي كان في درمان ما بلعبش فيه كوره خالص. بخلاف طبعا بخلاف ان خلي بالك احنا قليلين جدا في العامل النفسي. يعني حتى احنا نؤمن حتى بالعامل النفسي في حياتنا، ما بنهتمش بيه. وبنتشائم وبنتفائل. لا وبالعامل النفسي ازاي؟ يعني انت حتى يعني هديك مثلا، يعني بس لما نيجي مثلا ماتش الاهلي والزمالك دايما هتلاقي الزمالك في اخر الماتشات مع الاهلي بيجيب جول الاول. دي مشكله نفسيه، مش مشكله ماتش. نفس الامر بالنسبه لمنتخب مصر. منتخب مصر عنده مشكله في الامور النفسيه مع منتخب شمال افريقيا. اللعيبه نفسها بتخرج عن الاطار، بيتوتروا، بيقروا الجرايد، بيقروا الاخبار، كل الحاجات دي بتاثر فيهم. انا شايف ان غانا يعني الحمد لله طبعا على القرعه في كل الاحوال، انما منتخب غانا طبعا هو رقميا كويس، انما احنا هنلعب معاه كوره. عندنا فرصه ان احنا نثبت ان احنا جديرين بالتاهل. يعني حتى عايز يروح كاس العالم لازم يثبت ان هو جدير بهذا بالتاهل. لا ولما تتاهل على منتخب غانا كان في الدور الثمانيه كاس العالم اللي فاتت، وكان على يعني وشك ان هو يوصل صحيح. قبل النهائي ويبقى اول منتخب افريقي
اساموا جيان يعني نضيعهم ضربتين جزاء، ضربه في المباراه وضربه جزاء في البلنتيات. طيب كريم رمزي، خليني جيان اساموا بالمناسبه سوري يا سامح، جيان اساموا برضه هو اللي دخل جون في الولايات المتحده لما كان برادلي بيدرب المنتخب الامريكي، وجيان اساموا هو اللي صعدهم من دور ال 16 لدور الثمانيه في كاس العالم، فدي برضه مفارقه يعني. هو عمل كل حاجه وكان هداف كاس الامم اللي احنا كسبناها في 2010، ويعني كان عامل كل حاجه. وهو اللي قال النهارده ماتش مصر حياه وموت. هو قال النهارده ماتش مصر حياه وموت فعلا. حياه وموت. صحيح. طيب غانا ومصر، احنا الماتش هيتلعب هناك الاولاني في اكرا في احد ايام من 11 ل 15 من 15 ل 19 15 ل 19 يبقى انا غلطت يعني من 15 ل 19. طيب يعني عندنا تقريبا شهر لغايه الماتش. هو سوري معلش سامح عشان نوضح للناس، هو الماتش الاولاني هيبقى في اكرا من 11 ل 15 اكتوبر و 15 ل 19 نوفمبر. انا اللي عكست. من 11 يبقى 15. مش هتفرق كتير، فاضل شهر. هو ده يعني هو ده كان اللي احنا عاوزين نوصل له، ان هو مباراه الذهاب هتبقى من 11 ل 15 اكتوبر، يعني فاضل لنا شهر. سمعنا كلام ان في معسكر في الامارات هنلاعب منتخب من منتخبات الصف الاول. الصف الاول محدش حدد بقى الصف الاول على العالم ولا الصف الاول اللي هم الخمسه الاوائل الاربعه التانيين اللي احنا ما قابلناهمش. تمام. محدش حدد لسه. تمام. احنا محتاجين ايه عشان ندخل مباراه اكرا او مباراه الذهاب بجاهزيه كويسه؟ تمام. يعني بمناسبه ان احنا الماتش الاولاني هيبقى هناك في غانا ماتش الذهاب، هم بيلعبوا الماتشات بتاعتهم على استاد اسمه استاد كوماسي او استاد بابا يارا، ده استاد اشانتي كوتوكو يعني اعظم فرق غانا، وهو بيساع حوالي 50,000 متفرج. دي بس معلومه. احنا نعمل ايه عشان الماتش اللي جاي؟ انا اولا صعب ان انت تلاعب منتخب من منتخبات الصف الاول انت ما عندكش اجنده دوليه في خلال الشهر دوت. هي الاجنده الدوليه هي من 11 ل 15، ودي اللي هتلعب فيهم ماتش التصفيات. قبل كده مفيش ماتشات رسميه. حتى غانا كان في كلام ان هي ممكن تلعب ايطاليا يوم 15 اكتوبر بعد ماتش مصر. النهارده قالوا ان هم مش هينفعوا يلعبوا كمان ايطاليا. خلاص الموضوع منتهي. انت صعب جدا انك تلعب منتخب كبير، انت كبير تقدر تدور على منتخب بس تلعب معاه كوره، تجرب معاه الخطه، بس مش هندور على اسم كبير. صعب اسم كبير يجي لك دلوقتي مش هيجي لك باسماء لعيبه اساسيه. تمام. فاحنا دلوقتي محتاجين نشوف هنلاعب غانا ازاي. طب هنلاعب غانا بنفس الطرق اللي احنا بنلعب بيها؟ يعني هنقدر نواجه اللي احنا عملناه في المجموعه هينفع ولا مش هينفع؟ نواجه سرعات غانا بمستوى الدفاع اللي عندنا. احنا تقريبا ما عندناش في الدفاع غير وائل جمعه ومحمد نجيب. طريقه ما اقصدش يعني اقصد على المستوى اللي حد كبير بيبقى ثابت او اللي يقدر يشيل لك الدفاع. في محمد نجيب، في رامي ربيعه، في مجموعه لعيبه ممكن مش عاوز تقول فتح الله. لا فتح الله في اسوء مستويات، يعني صعب يكون موجود في ماتش زي دوت. فانت محتاج تشوف هتلعب والله باربعه ورا ولا بخمسه ورا زي ما لعبت غانا في 2010. يعني انت كسبت غانا بخمسه ورا 2010 لو تفتكر، كان احمد فتحي ساعتها لعب مساي، وكان وائل جمعه، واظن هاني سعيد كمان كان معاهم. تقدر تلعب بخمسه ورا ولا هتلعب باربعه؟ تفكر ازاي هتقدر تلعب مع غانا وهي عندها سرعات كبيره جدا. هتلعب بحسام غالي مثلا تلعبه قدام الاثنين مدافعين، ولا ممكن ترجعه ليبرو في ماتش زي دوت. عندك حسني عبد ربه رجع، فهتقدر تستخدمه في ماتش دوت. هيبقى جاهز ولا مش جاهز كمان؟ بالظبط. الشكل الدفاعي ده هو اهم حاجه ممكن نفكر فيها دلوقتي، بعيد عن خصوصا المباراه هناك. هنلاعب مين بالظبط؟ هنلاعب مين؟ الشكل الدفاعي انت بتلاعب منتخب متوسط اعماره من 23 ل 24 سنه، ما عندهمش لعيب فوق 30 سنه. يعني اقصى حاجه هو 30 سنه مايكل اسيان لاعب تشيلسي، وبعدين ما فيش في كلمه 30. فمنتخب سريع جدا ومنتخب شاب جدا. انت محتاج لعيبه في الدفاع تبقى تقيله. وفي النهايه وائل جمعه كنت لسه بتكلم معاه من فتره، راجل عنده 38 سنه، يعني محتاج ناس تكون بتلعب معاه نشيطه، مش هو اللي يشيلهم، ناس تسنده. بالظبط العكس. تمام. كريم سعيد، انت شايف يعني منتخب مصر في مباراته هناك مين اللي احنا نقدر نبقى جاهزين بيه؟ لان انا شفت برادلي في يعني هنشوف لقطات من القرعه. برادلي كان عنده ثقه، يعني هو ما اتكلمش، بس كان عنده ثقه. كان هو قاعد كان عنده ثقه قبل حتى ما القرعه تتعمل. والكلام اللي طلع بعد القرعه ان هم كانوا جاهزين لاي فريق هيلعبوه من الخمسه. انت شايف مين اللي يقدر برادلي ياخده على مباراه اكرا؟ بس الاول خلينا ناخد لقطات بما ان انا قلت يعني. طيب هناخد شريف اكرامي على التليفون. طيب ناخد شريف اكرامي ونشوف شريف اكرامي رايه ايه. كابتن شريف، ايه الاخبار؟ الو كله تمام الحمد لله. اولا مبروك على ماتش الاهلي والزمالك والتاهل دور قبل النهائي في دوري ابطال افريقيا. وعاوزين ناخد رايك الاول قبل ما نتكلم على ماتش الاهلي والزمالك. عاوزين ناخد رايك في القرعه غانا.
شايفها ازاي؟ لا القرعه انا شايف ان القرعه حاجه متوقعه جدا، ان احنا يعني الخمس فرق هم اقوى 5 فرق يعني تصنيف اول مع مصر الخمس فرق الاولى، يعني كان متوقع ان المباراه تبقى جامده جدا يعني. وخلي بالك انا من قبل القرعه ما تتم انا قلت اي فرقه من الخمسه هيقابلوا مصر هيبقى هو ده اقوى فرقه في المجموعه. تمام. فبالتالي سواء لو كان مصر او كوت ديفوار كان هيبقى اقوى ماتش من 5 ماتشات، سواء مصر مع غانا، مصر نيجيريا وهكذا، مصر تونس او الجزائر. تمام. فكده كده المباراه كانت قويه، واللي عايز يوصل كاس عالم لازم هيقابل منافس قوي. تمام. فالموضوع بالنسبه لنا يعني مش مقلق خالص. طيب كريم رمزي وكريم سعيد معايا على في الاستوديو. كان كريم رمزي قال ان دفاع منتخب مصر ناقصه سرعات ومنتخب غانا كله سرعات. انت حارس مرمى فايه طمنا، شايف الموضوع هيبقى عامل ازاي؟ انا بسلم الاول على كريم رمزي وكريم سعيد. كابتن شريف. وكنت عايز اقول بس يعني قصه السرعات، انت كل فرقه بيبقى فيها مميزات وبيبقى فيها مش عايز اقول عيوب، بس كل فرقه فيها اخطاء بيبقى ليها قدرات. تمام. يعني انت مثلا لو عندك مشكله في الديفنس مثلا ما فيش سرعه، بس ممكن يبقى عندك فيه خبرات بتعوض عنصر السرعه وهكذا. فهي الموضوع بيبقى عباره عن معادله متكامله، مش شرط يكون عندك كل الخطوط قويه وسريعه وعندها خبره. هي مجرد الفرقه بتبقى كلها قدرات وفي الاخر بتجمع كلها ان هي بتقدم مردود ايجابي. تمام. بس انا عايز اقول حاجه بس بمناسبه قصه الدفاع واللي في اهداف دخلت سواء في الاهلي او في المنتخب. احنا دلوقتي بنلعب 4-2 وبنلعب كره مفتوحه. طبيعي زي ما انت بتجيب اجوان انت بتجيب اهداف، الكلام ده تقول انت عيب بتاعك لو انت ما بيخش فيك اهداف وما بتقدرش تلعب وما بتقدرش تعوض. بس احنا لو شفنا في مشوار التصفيات سواء مع المنتخب او مع النادي ان انت بتجيب اجوان اكتر ما بيخش فيك. فانت وده زي ريال مدريد مثلا، ريال مدريد بيخلص الموسم النهائي دي داخل فيه اكتر من 30 او 40 جول، فده طبيعي في الكوره. مش معنى كده نقول ان احنا بنحاول ما نقللش من الموضوع ده، لا. بس انا عايز اقول ما ناخدش الموضوع كانه ظاهره، ما نخافش منه يعني. بالظبط. احنا خلاص طالما انت بتقدر ان انت تعوض في طبعا مباريات حساسه جدا الهدف فيها بيفرق ودي بقى معمول حساباتها طبعا. اكيد. طيب يعني شريف عايزين متفائلين يعني. طيب شريف، كريم رمزي وكريم سعيد غالبا عندهم حد فيهم عنده سؤال ليك، فانا حاسبهم يسالوك. كابتن شريف معاك. انا كريم رمزي. اولا انا بهنيك جدا يعني على المستوى اللي ظهرت بيه في ماتش الاهلي والزمالك امبارح، والمستوى اللي انت ظاهر بيه تقريبا طوال بطوله الاهلي الافريقيه ومع منتخب مصر الفتره اللي فاتت. مستوى منتهى التميز يعني وتطور كبير في مستوى الكابتن شريف. ربنا يخليك يا كريم. تمام. تاني حاجه انا هاخد منك الجزء اللي انت قلته ان كل فريق ليه مميزاته. طبيعي انك انت لما بتدخل اجوان كتير ممكن يخش فيك اجوان كتير. 4-4-2 دي طريقه لعب مفتوحه طبعا بمشتقاتها. وطبيعي ان يخش فيك اجوان. تفتكر ماتش زي دوت لو تفتكر في ماتش 2010 لما لعبنا غانا لعبنا ب5 ورا، كان احمد فتحي، كنت لسه بتكلم مع سامح احمد فتحي لعب كمساك حتى مع وائل جمعه وهاني سعيد. تفتكر ماتش زي دوت احنا محتاجين نلعب ب5 مدافعين؟ انا عارف ان الامور دي امور فنيه بتاعت برادلي، بس انا بكلمك انت كحارس مرمى بتفضل يلعب قدامك 5 مدافعين ولا 4 مدافعين؟ بيسهل لك انهي الامر اكتر؟ انا هقول لك حاجه كريم، بس بالمقارنه بالرجوع ل 2010 انت كانت طريقتك الاساسيه هي 3-5-2، فانت ما كنتش بتلعب حاجه جديده. انما انت دلوقتي احنا بقى لنا اكتر من سنتين 3 بنلعب 4-4-2، فالتغير ل 3-5-2 هو ده اللي هيبقى غريب بالنسبه لنا زي ما حصل في ماتش زيمبابوي بره. احنا لعبنا 3-5-2 وكنا بنلعب بنفس تكتيك 4-4-2. فبالتالي دي في الاول وفي الاخر زي ما انت قلت هي امور فنيه اللي بيحسمها القدرات والامكانيات اللي موجوده عندك، مش الماتش اللي انت يعني انت ممكن يكون عندك يعني لعيبه بمواصفات تقدر تلعب 4-4-2 وما يجيش حاجه للجون، او بالعكس ممكن تلعب ب 3-5-2 وبتلعب مثلا 3 يلعبوا كانك بتلعب ب3 ليبرو، ال3 بيلعبوا مثلا بيأدوا نفس الدور، فبالتالي هيجي عليك هجمات. فهمت قصدي ايه؟ تمام. بس فهي الفكره كلها رقم 1 قدرات يعني اللعيبه اللي موجوده عندك، وثانيا انت هتقدر تستغلها ازاي؟ تلعب بقى 3-5-2 تلعب 4-4-2 دي مش بتبقى هتفرق فنيه بحته من فنيه يعني. كريم يعني كريم سعيد مش عاوز تساله حاجه؟ لا هو كده كابتن شريف جاوب خلاص يعني. هو كابتن شريف جاوب على كل حاجه. طيب كابتن شريف يعني بنتمنى لك التوفيق مع منتخب مصر ومع الاهلي. نتمنى ان احنا نشوف مصر مره ثانيه في كاس العالم. كل التوفيق ليك، والتاني مبروك على المستوى اللي انت بتقدمه، وعاوزين مستوى احسن كمان بقى الايام اللي جايه. باذن الله، ومبسوط اني كنت معاكم، وان شاء الله يعني نكررها باذن الله. شكرا ليك. شكرا. انا بقى معلش هاخد من شريف وقول. هاخد من شريف بقى الحته الاولى. طبعا لو تاخد بالك ان كل الكلام اللي بنتكلم فيه دلوقتي الخوف من غانا فني. تمام. فني يعني في يعني انت غانا ما عندكش مشاكل معاها نفسيه، ما عندكش مشاكل. تمام. النقطه المهمه لازم الناس تاخد بالها ان الماتشات الحاسمه ما تبقاش كلها فني، مش كله فني، اعصاب ونفسيه لا وفي حاجات لا. والنهارده العزم النفسي بتاع اللعيبه نفسها. وهديك مثل بسيط. تمام. هات كاس اي حد قبل الماتش، طبعا كلنا شفنا طبعا كابتن حسام حسن قاد الاردن للمرحله التصفيات في اسيا للمرحله الاخيره اللي هو هيلاعب فيها الملحق الاخير اللي هو هيلاعب فيه الخامس بتاع امريكا الجنوبيه. هي اوروجواي والاكوادور بالظبط. قبل ماتش الاردن واوزبكستان
هنتكلم ورق، اوزبكستان الاردن هتتغلب رايح جاي، موضوع منتهي. تمام كده. وهتتغلب على الأقل ماتش واحد. هتتعادل على ارضها ماكسيمم وده اللي وتتغلب حصل. بره ارضها، وده فعلا حتى هم في اول 5 دقائق دخل فيهم جول. شوف لعيبه الاردن بتلعب ازاي. يعني الروح اللي لعبوا بيها على الارض ما في بصراحه يعني ما تقدرش تطلع بخطه تقعد يعني النهارده تقول بيلعبوا بخطه كذا، بيلعبوا معتمدين على التكتيك كذا، ما فيش. انما بصراحه ال 11 لعيب بيجروا جري طول 90 دقيقه او 120 دقيقه وبيلعبوا في وسط جماهير كتيره. احنا قاعدين نعرض يعني شويه لقطات ما بين مباريات نعم. وديه ومباريات رسميه، وضربات جزاء وصلت لغايه 9-8، ففي عزيمه عند اللعيبه، في روح، في خلاص انت حاسس ان الامل قرب. حتى الماتش الجاي يعني تقول هيلعبوا الاكوادور او اوروجواي هتشوفها يعني في نقطه لازم تسيب، يعني لازم تسيب التوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى. التوفيق بتاع ربنا ده حاجه مهمه جدا. كريم رمزي، في حاجه ممكن تاثر علينا سلبيا وممكن يكون ليها تاثير ايجابي محدش عارف، حكايه ان احنا مش عارفين الملعب اللي احنا هنلعب فيه. تمام. مباراه العوده يعني طلع كلام بعد القرعه على طول ان من الاتحاد الكوره، المتحدث الرسمي لاتحاد الكوره كابتن عزمي مجاهد قال لك لا ده تحديد مباراه العوده ده المكان بعد ما تنتهي مباراه الذهاب بكام يوم، مش فاكر كان قال ايه. لكن احنا كنا قبل القرعه كنا سامعين ان الفيفا طالبه من مصر يعني يوم الاربع او دلوقتي قالوا 20 كمان يوم الجمعه اللي جاي. كان الكلام ان هي يوم الاربع اللي هو بعد بكره نحدد الملعب اللي هيتلعب فيه المباراه الفاصله. تمام. طيب هنعرف نحدد الملعب، خصوصا ان طلع اشاعه ان احنا هنلعب في استاد برج العرب. لا مش هنلعب في استاد برج العرب، استاد الجونه مرفوض من الفيفا ومش هتتزنق الفيفا تاني قبل المباراه زي ما اتزنقت قدام مباراه غينيا. تمام. ايه اللي هيحصل؟ تمام. انا هقول لك عن الخبر واقول لك عن توقعي. تمام. الخبر بيقول ان برج العرب هو اللي وزاره الرياضه طلبته من الداخليه ومن الجيش ان هو يتلعب عليه ماتش. طبعا طلبوا استاد القاهره، بس استاد القاهره وزاره الداخليه استبعدته، قالت مش هنقدر نامن في استاد القاهره، فخلاص استاد برج العرب. والداخليه حتى من الماتشات اللي فاتت الداخليه ما عندهاش مانع انها تامن في استاد برج العرب، المشكله كلها كانت عند الجيش والقصه اللي حصلت في ماتش الاهلي وتذكر الكيني وتجاوزات بعض الجماهير اتجاه المؤسسه العسكريه. فالجيش لحد دلوقتي كان رافض ان الماتشات تتلعب على برج العرب. التحركات كلها دلوقتي ان المباراه تقام في برج العرب ونحصل على موافقه الجيش. كان النهارده كابتن طاهر ابو زيد وزير الرياضه طلع قال انا ما قلتش ان الماتش خلاص هيتلعب على برج العرب عشان القرار مش قراره، بنحاول ان احنا نروح على القرار مش قراره في النهايه، هو خلاص هو اجزم كده. بس انا شايف ان الماتش هيتلعب على برج العرب وهيتلعب بجماهير، سواء بقى بعدد معين او بعدد كامل او بعدد معين وهيكملوا افراد القوات المسلحه، بس في الغالب الماتش هيتلعب في برج العرب. كمان لازم تقول للناس او تقول للعالم ان احنا عندنا كوره، احنا الماتش بيتلعب عندنا عادي في برج العرب. ده هو ده بقى الماتش اللي فعلا متشاف. يعني احنا كنا دايما ده لازم يتلعب في هنا يعني في دايما نقول مصر ايه يعني. يا جماعه الماتشات بتتشاف والناس شكلنا بره ومش شكلنا بره. ممكن بنقول شكلنا بره دي ما يكونش حد اصلا بيشوفنا تمام، ما يكونش حد اصلا بيشوفنا، لكن انت اصلا في ماتش زي دوت ده لا لازم العالم بيشوفك. خلاص انت الماتش ده هتكسب او هتتغلب، هتوصل كاس العالم سواء انت او غيرك. تمام. فلازم نسأل. طيب هناخد وائل جمعه، دايما اجي انقل عليك الاقي تليفون. طيب معانا كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي كابتن وائل جمعه الصخره. اهلا بيك كابتن وائل. اهلا بيك يا كريم، ربنا يخليك. انا سامح معاك كريم رمزي وكريم سعيد معانا في الاستوديو. كابتن وائل مبروك مبروك الاول على مباراه الاهلي والزمالك والتاهل قبل النهائي. بس خلينا نتكلم منتخب بقى. انت كابتن مصر شايف غانا ازاي؟ يعني قبل القرعه انت كان نفسك في مين، ودلوقتي مع وجود غانا انت شايف الموضوع هيبقى عامل ازاي؟ بص خلينا نتفق يا كريم، احنا قبل القرعه انا خلينا نتفق، انا كان هدفي كله يعني وكل اللي اتمناه ان احنا نوصل كاس عالم. تمام. فعشان اوصل كاس عالم زي ما بنقول كاس العالم دي للكبار بس، فلازم تبقى كبير او تهزم حد كبير عشان تتاهل كاس عالم. طبعا. فانت شايف اي حد مش هتفرق يعني؟ غانا، نيجيريا، كوت ديفوار، تونس، الجزائر ما كانتش فارقه. انا يعني لما بنلعب مع الفرق الكبيره والفرق اللي اساميها كبيره في افريقيا واحنا مصر هو طبعا واحد منهم، لما بتلعب مع الفرق دي ادائك بيبقى مختلف شكلا ومضمونا ونتائجنا خلال السنين اللي فاتت مع الفرق الصغيره يعني اكبر دليل على كلامي ان انت لما بتلاعب فرقه صغيره بيبقى في نوع من يعني استهتار بس ما بتلعبش بجديتك الكامله 100%، عكس ما بتلاعب فريق كبير بتبقى نازل محترم الفريق ومحترم لاعيبته وامكانياته ومركز جدا في المباراه يعني. تمام. طيب كريم رمزي وكريم سعيد اكيد عندهم اسئله. نبتدي بكريم سعيد ولا خلينا في كريم سعيد؟ مساء كابتن وائل، معاك كريم سعيد وكنت حابب اسالك. كريم. انا كابتن وائل، ازي حضرتك والف مبروك على امبارح.
الله يبارك فيك. هل انت شايف الماتش الجاي كماتش خارج الارض وهنلاعب غانا وفريق صغير، انت كابتن وائل كابتن الفريق وقائد الدفاع، هل شايف الافضل لينا ان احنا نبدا ب4 ورا، ولا نبدا نرجع يعني كامر استثنائي في هذه المباراه بس ان احنا نقدر نلعب بليبرو من اجل التامين اكتر؟ بص يا كريم، انا اتعلمت كده ان انا يعني طبعا رايي الشخصي انا بحتفظ بيه لنفسي، انما ما تدخلش في شغل جهاز فني، انت فاهم؟ انما انت لو حاجه شخصيه بيننا وبين بعض انا مستعد اقول لك رايي. تمام خلاص بعد ده حاجه زي كده طبعا، حاجه زي كده دي ده مسؤوليه الجهاز الفني وهو صاحب القرار الاول والاخير فيها. انما انا بنزل ادي دوري المطلوب مني، سواء لعبت 4 سواء لعبت 3 سواء لعبت 5، فعارف يعني انا بادي المطلوب مني بس يا كريم، مش صحيح يا كابتن، صحيح يا كابتن. ماشي. كابتن وائل رد دبلوماسي. كريم رمزي بقى. كريم رمزي معاك كابتن وائل. انا هسألك سؤال بعيد شويه عن الملعب، عشان زي ما انت قلت كده هتبقى الردود كلها يعني الجهاز الفني هو ليه كل الحريه في اختيار التشكيل طبعا. والخطه. انا عايز اسالك سؤال بقى، انت كلاعب دلوقتي احنا عندنا مشكله اهو، كنا لسه بنتكلم فيها على مشكله الملعب. شايف لو انا قلت لك برج العرب، استاد القاهره، استاد الجونه، شايف انهي افضل استاد من الاستادات ديت ممكن تلعب عليها؟ وشايف ان انت يبقى فيه وجود جماهير ده بيمثل لك ضغط ولا بيبقى عامل ايجابي؟ هو طبعا موضوع الملعب ده انا اتمنى استاد القاهره طبعا، ولو ما كانش يبقى استاد برج العرب. تمام. بالنسبه لموضوع الجمهور ده عامل اساسي طبعا في الانتصارات بتاعتنا. يعني اخر ذكرى كويسه في اذهان الناس كلها، واعتقد ان هي مش هتروح من اذهان الناس طبعا، كانت كاس الامم اللي كانت في مصر 2006. فاعتقد ان الامور ان شاء الله هتبقى في استاد القاهره افضل واحسن. حته الضغط دي احنا الحمد لله الجيل اللي موجود في المنتخب كله لعب مباريات كبيره ولعب يعني نهائيات، يعني بخصوص لاعيبه النادي الاهلي كمان. الفتره اللي فاتت لعبت نهائيات كتير في ظل اجواء جماهيريه صعبه جدا، اخرها نهائي دوري ابطال افريقيا البطوله اللي فاتت في ملعب الترجي. فاعتقد الناس اللي موجوده الحمد لله عندها الخبره في التعامل مع نقطه الجماهير دي. يعني انا متاكد ان شاء الله ان احنا لو وصلنا لمباراه العوده وعارفين احنا محتاجين ايه من المباراه ان شاء الله هتبقى الامور مختلفه. طيب كابتن وائل، سؤال اخير على اللي حصل بقى في مباراه اهلي وزمالك. انت كابتن منتخب وكابتن النادي الاهلي، هنسال على اللي حصل في مباراه الاهلي والزمالك ما بين شيكابالا وسيد معوض، والاثنين لاعبين دوليين ومنتخب مصر. انت كابتن منتخب، هتحل المشكله دي ازاي؟ الاول ايه اللي حصل قبل ما تحل المشكله دي ازاي؟ ايه اللي حصل؟ يعني بص عشان ما نتكلمش في الموضوع ده كتير، هي نرفزه ملعب واتطورت بين الاثنين وهتنتهي مع الوقت، يعني فاهم؟ احنا عشان بس ما نديهاش اكبر من حجمها. ما نديهاش اكبر من حجمها، مش عايزين نتكلم فيها كتير. هي زي ما بنقول نرفزه ملعب وهتنتهي بمجرد ما خرجنا الملعب خلاص يعني. طيب يعني انت دورك بقى ككابتن لمنتخب مصر، هتجمع الاثنين مع بعض وهتقعد معاهم وتكلمهم زي ما احنا متعودين كده دايما في مصر، ان احنا يعني يبقى في كبير يتكلم مع الاثنين عشان يهدي الاجواء، ولا الموضوع هيعدي كده خلاص؟ بص انت يعني انا بقول بمجرد ان شاء الله اللعيبه تتجمع في المعسكر، الخلافات اللي انا بعتبرها خلاف بسيط، يعني مش يعني عارف زي ما بقول لك نرفزه ملعب بتنتهي بمجرد خروجك من الملعب. تمام. يعني حتى لو تلاحظ تعليقات مثلا السيد، انا ما شفتش شيكابالا علق على الموضوع طبعا، انما انا السيد علق واتكلمنا، يعني بقول الموضوع انتهى بعد بمجرد خروج من الملعب. واعتقد ان ده اللي هيحصل ان شاء الله. وبعدين لما يبقى هدفك يعني اكبر من حاجه انا بعتبرها بسيطه جدا، واعتقد الهدف الاكبر هيخليك تجنب صراعات صغيره زي كده، حاجات ممكن تاثر عليك في المشوار بتاعك المهم. تمام. طيب كريم رمزي عاوز يسال. كابتن وائل، تألق شريف اكرامي خفف الضغط عليك شويه في المنتخب والاهلي؟ يعني كان دايما وائل جمعه هو اللي بيشيل الدفاع وهو اللي بيشيل حراسه مرمى الاهلي ومنتخب مصر. ايه يا عم انا بلعب مدافع يا كريم بس. ما هو لا يعني كنت انت للاسف يخش الجون يقول لك وائل جمعه اصله كبر، تتألق اصل وائل جمعه صغر، فدلوقتي تألق شريف اكرامي شال عنك شويه؟ والله انا سعيد جدا طبعا بمستوى شريف، يعني حاجه دلوقتي، يعني انا فرحان عشان منتخب مصر مش عشان النادي. انا المنتخب طبعا اهم في الظروف اللي احنا فيها دلوقتي. مفيش شك اضافه كبيره جدا لينا في المنتخب، وان شاء الله يبقى ليه دور كبير
في المباراه اللي جايه بتاعت غانا. انما انا كل اللي اقدر اقوله ان انا سعيد جدا لمستوى اكيد. تمام. كابتن وائل جمعه، كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي، بنشكرك جدا وكل التوفيق ليك، ونشوفك بقى في كاس العالم ان شاء الله. يا رب يا رب. حلمنا وحلم المصريين كلهم ان شاء الله باذن الله يتحقق يعني اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن وائل، شكرا ليك. كريم سعيد، انا كنت يعني وقفت عندك. طيب دي حاجة مهمة جدا بقى. الزمالك خرج رسميا، هنتكلم على الاهلي والزمالك. الزمالك خرج رسميا من بطولة دوري ابطال افريقيا، فخلاص لعبته انتهى الموسم بالنسبة لها لغاية لما نشوف موضوع الموسم بتاعنا بتاع الدوري المصري. لعيبة الاهلي مكملة، لعيبه الاهلي مكمله، يعني عندهم قبل نهائي مباراتين هتتعارض مع الاستعدادات لمباراه غانا اللي هتتلعب في اكرا، ولو الاهلي عدى قبل النهائي ووصل للنهائي ممكن تتعارض مع مباراه العوده كمان. صحيح. ايه الحل؟ وخصوصا ان انت عندك 8 لاعبين او 9 لاعبين. مفيش مشاكل اصلا، يعني مفيش مشكله اصلا. هو هيتم التنسيق بين الجهاز الفني في النادي والجهاز الفني في المنتخب، واللعيبه بتلعب. يعني انت لو رحت ده بالعكس، ده كده احسن. طبعا انت رحت لاي مدير فني المنتخب وسالته هتاخد اللعيبه وهي اصلا فاضيين ولا تاخدهم وهم بيلعبوا ماتشات وبيتدربوا في لياقتهم؟ يقول طبعا يسيبهم يلعبوا، مفيش اي مشكله. هم بيلعبوا كمان ماتشات قاريه، ما بيلعبش في ماتش محلي. فاعتقد اللعيبه تبقى يعني استعدادها النفسي للمباريات، ماتش مهم يعني هيلعب سيمي فاينل وبعد كده هيلعب مع المنتخب، فيبقى مستعد الاستعداد الكافي للماتشين. ده كده احسن له، يعني ممكن يعتمد اكتر على لعيبه الاهلي واللعيبه المحترفين. طيب يعني كريم رمزي، وائل جمعه قال حاجات مهمه جدا في حته ان اللعيبه كلها مركزه في حته ان هو ده امل، وبيركزوا جدا قدام الفرق الكبيره اللي ليها اسم. الفرق الصغيره نتائجنا كمصر مش كويسه معاها، لان بيبقى في نوع من انواع اللي هو التهاون او ما بنديش كل حاجه عندنا. وائل جمعه قال كده. انت شايف ان ده صحيح؟ يعني لما تلاعب فريق كبير في افريقيا او اسمه كبير، هتبقى مركز تماما ولا هتبقى خايف؟ اول حاجه انا عاجبني من بعد القرعه كل التصريحات اللي طالعه من لعيبه منتخب مصر او من الجهاز الفني لمنتخب مصر فيها ثقه، والثقه دي انا عجباني. يعني ما فيهاش مثلا ايه يا خبر ابيض احنا هنلاعب غانا ده كده خطر، ايه اللي خلانا حظنا وحش. يعني حتى التصريحات اللي طلعت من غانا، يعني لسه اتحاد الغاني النهارده طلع قال احنا يعني ما كناش عايزين، يعني ده مصر كانت اخر منافس عايزين نقع معاه. الجزائر برده كان في تصريحات قبل الماتش ان هم مش عايزين يلعبوا معانا. كل الناس، كل اللي في الفئه الاولى او في التصنيف الاول ما كانوش عايزين يلعبوا مصر. فالتصريحات اللي جايه من الناحيه الثانيه هي اللي فيها قلق. احنا تصريحاتنا فيها ثقه، عايز بس نحافظ على الثقه دي، ما تبعدش مننا الشعرايه اللي هي بتاعه الغرور. نبقى واثقين ان احنا منتخب كبير، واثقين ان احنا عندنا منتخب متجانس وعندنا لعيبه كبيره وعندنا لعيبه خبرات كبيره، ابو تريكه وجمعه فتحي اكرامي سيد معوض، ان شاء الله حسني عبد ربه يرجع، حسام غالي، وان شاء الله عمرو زكي كمان رجع من الماتش اللي فات. عندك لعيبه خبرات كبيره جدا، يمكن خبراتهم تفوق خبرات لعيبه المنتخب الغاني اللي بتتميز بس زي ما قلت لك باللياقه البدنيه والسرعه وصغر السن. احنا نقدر نكسب زي ما كريم قال. اكيد لازم نحط في اعتبارنا ان في حاجه اسمها توفيق ربنا، تمام؟ بس قبل ما هنفكر في توفيق ربنا لازم نفكر في شغلنا. شغلنا من دلوقتي ازاي هنلاعب غانا. يعني انا بقول لك، انا اول قرعه اتعملت النهارده هلاعبهم ازاي هناك؟ هلاعبهم بنفس الخطه اللي كنا بنلعب بيها الماتشات اللي فاتت. طب هيبقى عندنا ممكن في مشكله، نفس اللعيبه هيبقى ممكن يبقى في مشكله. في النهايه زي ما وائل جمعه قال واكرامي قال برضو القصه بتاعت برادلي، واحنا كلنا مع برادلي الراجل اللي فعلا اثبت نجاح الفتره اللي فاتت. طيب قبل ما ننقل ما لا يتحمله بشر، بالظبط، لا تحمل كتير جدا. قبل ما ننقل على الماتشات الاربعه التانيين، برادلي فاجئنا في مباراه زيمبابوي هناك ان هو لعب 3 ورا، يعني صحيح. لعب بليبرو. يعني الراجل عنده في دماغه ان هو ممكن يعمل حاجه زي كده. مش غريب عليه. لا بص، هو برادلي يعني مش قال لك لا انا هلعب 4 ورا خلاص مهما كانت النتيجه. برادلي بيعمل الواجب، يعني بيذاكر وبيعمل الواجب كويس وبيحضر ويروح يلعب. ومعلش يعني انت اول مره تشوف مصر 6 ماتشات فوز متتالي، واعتقد دي الحاجه اللي خلت المنتخبات الثانيه تبدا تقول لك يعني المنتخب يعني برضو شوف نتائجه. اوكي، وفي ظل هذه الانتصارات كان برادلي اعتقد ايام ما كان الكوره يعني اعلاميا شد حيلها شويه كان بيتعرض لانتقادات غير طبيعيه لاذعه. فلا برادلي عنده يعني عنده كسب بره وارضه 4-2 وتم انتقاده وتم انتقاد يعني يعني تم ذبحه كمان اعلاميا يعني. المهم فهو الراجل عنده المرونه التكتيكيه الكافيه ان هو يغير ويشوف. هو لازم يعني يدرس غانا كويس. انا بس يعني انا متفق مع كريم في حته، يعني اعتقد هو برادلي كمان هيبص فيها يعني الاسلوب الاخير اللي احنا بنلعب بيه دفاعيه، وخصوصا كمان بصراحه خلينا برضه نتكلم بصراحه ما فيش بدائل كتيره تستوجب العوده لليبرو، تستوجب. طب مين يقوم بالدور؟ حسام غالي.
حسام غالي متالق، وهو كمان لعب في الدور ده كتير وعنده خبرات المهم يكون في تامين، لان انت فعلا هتلعب يعني غانا ممكن مثلا تلعب ب 4-3-3 لو لعبوا بيها قدامنا هيبقى صعب جدا انك هتلاقي يعني الملعب مفتوح، الملعب مفتوح ومش هيبقى فيه تغطيه الكافيه. فاعتقد ان احنا محتاجين نغير تكتيكنا في الماتش ده، وطبعا ده هو مش تدخل في عمل الجهاز الفني، ولكن احنا بس عشان نبقى بنوضح الامور لبعض المشاهدين اللي يبقوا ممكن ما عندهمش خلفيه فنيه عن المباريات شويه. فاعتقد احنا محتاجين الليبرو، او محتاجين التغطيه، حتى مش شرط يحط الليبرو ورا الدفاع، ممكن يحطوا زي اوروبا بيحط الليبرو قدام وكريم انت لو تفتكر عشان بس نقطه ان كنا مش عارف اكرامي ولا وائل جمعه اللي كان بيتكلم في قصه ان زيمبابوي كان عندنا برضو مشكله في 3-5-2، يعني لما لعبنا 3 ورا او 5 ورا كان عندنا مشكله. انا عايز افكر بس ان احنا كانت مشكلتنا ليها علاقه زي ما كريم قال، هو برادلي عمل الواجب، عمل الصح ان هو يلعب بالخمسه بالعناصر المتاحه ليه. اللي حصل اليوم الماتش دوت لو نفتكر ان فتح الله كان بعيد تماما عن مستواه، كان لسه كان عندنا مشاكل دفاعيه متعلقه بالافراد مش متعلقه بالشكل الفني، بس هو طبعا كان واجه سرعات بزيمبابوي لا بالخطه ديت. طبيعي جدا ان انت قلقت من زيمبابوي بسرعتها وصغر سن اللاعبين، ما بالك انت وكريم عشان اوضح حته برضه تبقى واضحه جدا اللي بيسمعنا. احنا في عوامل، احنا بنتكلم عن عوامل، العوامل دي هي اللي بتوصلك للاخر للنتيجه الكامله. المدرب عليه جزء، المدرب مش 100%، المدرب عليه جزء، هو عليه ان هو يقرا المنافس ويحط مثلا يعمل شغله مثلا 20% قبل الماتش. اللعيبه نفسهم عليها 40%. المدرب جوه الماتش في الشوط الثاني عليه 20%، وفي 25% او 30% توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. فكل واحد يعمل الدور بتاعه، مش هيجيبه كله طبعا، مفيش حد بيجيب 100%، يحاول يجيب يعني ايه العلامه القريبه يعني. طب نبص على الماتشات الثانيه، في 4 مباريات ثانيه هيتاهل منهم 4 منتخبات، يعني دي بقى ال5 منتخبات الافريقيه اللي هيمثلوا افريقيا في كاس العالم 2014 في البرازيل. مباريات صعبه برضه، فيها مباريات صعبه يعني اكيد. يعني ينفع خليك هنشوفهم سريعا. نبتدي بكوت ديفوار والسنغال. تمام. انا هسيب لك السؤال دوت نخلي كريم لو تسمح يسامح تساله، بس انا كنت عايز يعني اعرف الناس بحاجه مهمه قبل ما نطلع من قصه غانا هتستفيد جدا بعوده برينس بوتينج راجع خلاص من الاعتزال الدولي. كان هو دلوقتي بيلعب في شالكه، كان بيلعب في ميلان ورجع شالكه وتراجع عن الاعتزال الدولي. اندريا ايو مهاجم مارسيليا برضو رجع من الاعتزال الدولي. مايكل اسيان كمان رجع وهيبقى موجود. عناصر كبيره جدا في المنتخب. المنتخب الغاني هتبقى موجوده. طبعا عندهم هيرسون افول ظهير الترجي، ظهير خطير هيغيب جدا. عن الماتش هيغيب عشان الاولاني بس هو احتياطي، مش بس يعني هيرسون افول هو اساسي مع الترجي لكنه احتياطي مع المنتخب، وفي 7 من المنتخب عندهم انذار اول، فيبقى في امكانيه لو خدوا انذار في الماتش اللي جاي يغيب عن الماتش، عن المباراه. عندهم كمان نركز عليهم بقى. طبعا نرمي عليهم حسام عاشور. عندهم جانا سموه خطير برضو لازم نحطه في اعتبارنا، وعنده انذار، هو هداف الفريق. دومينيك اديا لاعب ارسنال كييف الاوكراني، ده اللاعب اللي خد في كاس العالم للشباب 2009 لو تفتكر احسن لاعب، وكان هداف البطوله. لعيب اللي هو كان المنافسه بينه وبين اخو ابن عبيدي بيليه، صحيح، اللي هو اندريا ايوه. كمان عندهم فرانك اشنبونج، ده مهاجم اندرلخت، ده مهاجم بالمناسبه هو اللي هيبقى يعني ربنا يستر ويبقى ما يبقاش مفاجاه الماتش. ده مهاجم خطير جدا، صغير في السن، عنده 21 سنه. كان اي سي ميلان كان على وشك ان هو ياخده في فتره الانتقالات الصيفيه دي، وحصلت مشاكل بينهم وبين اندرلخت، فاللاعب فضل في اندرلخت، بس لعيب مهم جدا وخطير جدا، وغانا بتعتمد عليه بشكل كبير دلوقتي. تمام. نتمنى ان يعني منتخب مصر ما يهموش الاسامي ويبتدي يلعب مباراه زي ما هو محتاج يلعب. طيب الاربع مباريات التانيين انا عاوز ابتدي بكوت ديفوار والسنغال. انا عن نفسي كنت فاكر ان المباراه بالنسبه لكوت ديفوار هتبقى اسهل شويه، لكن قبل ما نطلع الهوا كريم سعيد قال لي لا. ليه يا كريم؟ انها مش تبقى كوره، يعني الاحتمال الاكبر مش تبقى كوره. طبعا احنا فاكرين اخر ماتش بين كوت ديفوار والسنغال كان في السنغال، كان في احداث شغب جماهيريه كبيره جدا، واعتقد ان السنغال يعني قالت انها اتظلمت في الماتشين بتوع تصفيات افريقيا وكده. فاعتقد ان هم مش عايز اقول يعني كلمه طار، ولكن الماتش طبعا هيبقى في بعد بعيد عن الكوره، هيبقى موجود طبعا، هيبقى في بعد سياسي برضو يعني في بعد بعيد عن الكوره يعني موجود، لان الماتش فيه حساسيه. ما دام في حساسيه يبقى في امور فمش سهل الكوت ديفوار زي ما احنا كنا متخيلين. الماتش الثاني هيبقى تونس والكاميرون. وتونس الماتش هيبقى الاولاني في تونس والثاني في الكاميرون. وطبعا تونس فنيا مؤخرا
ما عندهاش مدرب وماتش صعب جدا، ولسه كمان يعني هم اعتقد اقتربوا من هو كان في انباء طبعا هم بيتفاوضوا مع كابتن حسن شحاته، هو كان برضه في انباء بيقولوا ان هم اقتربوا هيخلوا رود كرول مدرب الصفاقسي. انت شايف مين اقرب، رود كرول ولا حسن شحاته؟ والله هو بحسب التصريح يعني امبارح هو يعني كرول نفسه اتكلم مع صحيفه هولنديه واكد الامر، اكد ان هو توصل لاتفاق مع الاتحاد التونسي عامل نتائج مميزه مع الصفاقسي وهيمسك الاثنين يعني هو مش هيسيب حسن شحاته في كل الاحوال هو مدرب كبير ومحترم وليه اسم بس بعيد عن كره هو بيتفاوضوا يعني هو قال له ان هو بيتكلم معاه. بس عامه تونس يعني فنيا طبعا الكاميرون اعتقد عندها مساحه ان هي تقدر نتمنى طبعا تونس كمنتخب عربي ان هو يصعد، بس طبعا فنيا حاليا الكاميرون افضل طبعا. الجزائر وبوركينا فاسو يعني مفيش احلى من كده بصراحه، يعني الجزائر احلى المباراه الثانيه في الجزائر كمان والجزائر كويس يعني المنتخب الجزائري الحالي افضل من منتخب رابح سعدان اللي هو قابلنا. تمام. طيب اثيوبيا ونيجيريا يمكن دي اضعف المباريات، يعني ناس اتكلمت عن ملعب اثيوبيا صعب، ملعب اثيوبيا صعب، هتلعب في نقص اكسجين، واثيوبيا لو عملت نتيجه كويسه في الماتش الاول في اثيوبيا ماتش في نيجيريا اعتقد لو اثيوبيا عملت نتيجه كويسه ممكن يتعمل مفاجاه، بس هي يمكن صعب يعني. مفاجات ورده. انا بس هختلف مع كريم على قصه بوركينا فاسو والجزائر. انا والله عارف والله عارف والله انا مختلف معاه برضه في والله يعني. لا يعني بص طبعا كاسم الجزائر واسم بوركينا فاسو، الجزائر طبعا الاسم اكبر بكتير من بوركينا فاسو، بس بوركينا فاسو اخر بطوله افريقيا 2013 هي برضه اللي مطلعه غانا من السيمي فاينال اللي هتلاعبنا اللي احنا بدون غانا خطيره جدا. بوركينا فاسو اللي مطلعه مش هيلعبوا كوره، مطلعه غانا. انا فاهم ان الجزائر مش هيلعبوا، بس انا في النهايه انا مضطر اسفا هستنى لحد ما يلعبوا الكوره وانا هنا بتكلم خصوصا الماتش الاولاني هناك في اوجادوجو في بوركينا فاسو، فانت مش عارف ممكن بوركينا فاسو تعمل المفاجاه. نتمنى الثلاث فرق العربيه توصل ويوصل الاردن ويبقى عندنا 4 فرق عربيه في كاس العالم لاول مره في التاريخ. ليه لا؟ ممكن تحصل، هنشوف. طيب ناخد فاصل ونرجع نتكلم اهلي وزمالك ودوري ابطال افريقيا، لان المجموعه الثانيه اتحسمت كمان، فهنتكلم على كل حاجه. ناخد فاصل ونرجع لكم مرة. مرة تانية معاكم أعزائنا المشاهدين. طيب نروح على الأهلي والزمالك. مباراة كانت مباراة حياة وموت بالنسبة للفرقتين. الأهلي محتاج يكسب عشان يأكد صعوده، الزمالك محتاج يكسب عشان يفضل في المنافسة، خصوصا بعد فوز ليوبار على أورلاندو بايرتس وتساويه في النقط مع الأهلي وأورلاندو 7 نقاط، والزمالك كان عنده 4 نقاط. نبتدي بكريم رمزي. المعطيات قبل المباراة بتقول المباراة كانت هتبقى صعبة جدا على النادي الأهلي، رغم ان هو يعني أجهز فنيا وعنده مجموعة كاملة من اللاعبين عن نادي الزمالك، لكن الزمالك عنده حافز خصوصا بعد لما فاز على أورلاندو بايرتس في الجونة 2-1. خلاص رجعت المنافسة، دي فرصتي الأخيرة، يا أكسب يا تعادل، على أساس ان أنا يبقى عندي أمل في المباراة الأخيرة ان أنا أطلع تاني مجموعة لدور قبل النهائي. لكن اللي حصل ان الزمالك خرج. صحيح. شفت المباراه ازاي؟ شفت المباراه ان الاهلي واضح جدا من الناحيه الفنيه كان اجهز بشكل كبير جدا عن الزمالك. انا حابب كمان اتكلم اكتر عن الزمالك. الاهلي كان انا هسيب الكلام على الاهلي لكريم سعيد. الاهلي طبيعي كان مستواه شكله ده العادي بتاع الاهلي، او ده يعني ده المستوى اللي احنا متوقعينه من الاهلي. الزمالك فاجئنا بمستوى اقل من المتوقع. الزمالك اتصور مشاكله امبارح كلها تلخصت في اخطاء فنيه كبيره جدا من كابتن حلمي طولان. واضح جدا ان كان في مشاكل في كل خطوط الملعب، واضح جدا ان كان في مشاكل في العناصر اللي اختارها للمباراه. احمد عيد عبد الملك واضح انه ما كانش جاهز هجوميا، هو كان واضح من مباراه غينيا مع منتخب مصر. صحيح. انت مقعد محمد ابراهيم بره على الدكه وانت رفضت احترافه، يعني انت او نادي الزمالك رفض احترافه، فانت مقعده على الدكه بره عشان اللاعب بيفكر في الاحتراف. ما هو حاجه من الاثنين، يا اما تسيبوه يحترف يا اما انت سايبه عشان نستفيد منه. فكون ان انت مش قادر تجهز محمد ابراهيم نفسيا او معنويا ان هو يكمل مع الزمالك الفتره الجايه دي، فدي مشكله ترجع للجهاز الفني واداره النادي. شايف ان تغيير حازم امام متاخر. انا برضو من الناس اللي مش شايف ان حازم امام كان المفروض يبدا، هو احمد سمير يبدا. متعودين دايما حازم امام في فييرا كمان كان معودنا ان هو تبديل. طبعا كان في خطوره ان حازم امام، عشان الناس بتتكلم ان حازم امام كان لازم يبدا الماتش. لا، حازم امام ما كانش المفروض يبدا الماتش. احمد حسن كان لازم يطلع ينزل برضو بدري شويه على الماتش. انا مش عارف اصلا الزمالك خد 10 او 15 دقيقه قبل ما يبدا تغييرات وهو كان مغلوب 2-1، فاتاخر كمان. لا، والتغييرات اول تغييرين كانت بعد الجول الثالث 3-1 نهت المباراه. حلمي طولان اتاخر تماما في التغييرات. عايز بقى ادوس على نقطه مهمه جدا. انا شايف ان شيكابالا
ويمكن جماهير الزمالك ممكن تزعل من الكلام دوت عشان هو مباشر جدا، بس شيكابالا مشكله للزمالك. يعني شيكابالا عنصر مش مفيد للزمالك رغم كل مهاراته. ماتشات القمه هو بني ادم او انسان بيحاول يخرج بشكل كبير قوي من كل ماتشات القمه، ولاعيبه الاهلي ابتدت تفهم الموضوع دوت. حتى سيد معوض احنا لاحظنا ان هو كان عنده امبارح برود ملعب، يعني كان كل ما كان بيستفزه، يعني كان واضح ان كان في نوع من انواع الاستفزاز بالزبط. حتى لو ما كانش في حاجه رد فعل من سيد معوض على شيكابالا، بس يعني الواضح ان شيكابالا خرج بره المباراه. حتى لو تلاحظ قبل ما احمد حسن ينزل كل الكرات الثابته شيكابالا واضح ان هو مش موفق فيها. فتح الله يقرب، فتح الله ما بيشوطش، نوري سيد يقرب، نوري سيد ما بيشوطش. جميل ان شيكابالا يكون نجم كبير جدا، واحنا عارفين ان هو نجم مهاري كبير جدا، بس ما ينفعش يكون هو النجم الاوحد للفريق او هو يكون حاسس ان هو النجم الاوحد للفريق. كمان شيكابالا انا اتصور انه كان المفروض يبقى تاني تغييرات مثلا الزمالك بعد احمد ايد عبد الملك، خصوصا ان هو خرج بره المباراه. كمل الماتش للاخر. زي ما بقول لك طبعا الاخطاء الدفاعيه حدث ولا حرج بقى. محمود فتح الله عنده مشاكل كبيره جدا، حماده تربه عنده مشاكل كبيره جدا، عبد الشافي كمان مش في كامل مستواه، انا حاسس ان عبد الشافي بعيد، احمد سمير مستوى متوسط. الزمالك كله كان عنده مشكله امبارح. تمام. طيب ده وجهه نظرك عن شيكابالا، لكن احنا عاوزين نتكلم او عن الزمالك عموما، عاوزين نتكلم عن الاهلي بقى شويه. الاهلي ابتدى بالتشكيل الطبيعي اللي كان عليه انتقادات، او الطريقه الطبيعيه اللي هي 4-2-3-1 اللي هي كان عليها انتقادات وانتقدناها قبل كده في مباريات سابقه، وكانت رغم ان الاهلي بيفوز، يعني فاز على اليوبار رايح جاي، لكن كنا منتقدينه مثلا ان هو اداؤه مش هو ده الاداء بتاع النادي الاهلي، وان محمد يوسف لسه ما قدرش ان هو يحط بصمته على النادي الاهلي. امبارح لعب بنفس الطريقه بس الاداء مختلف، ولا صحيح؟ انا عشان في تغيير جذري حصل امبارح في التكتيك. التغيير لو قارنا مثلا النادي الاهلي الماتش الاولاني بتاع 1-1 والماتش امبارح، هنلاقي في 1-1 او بعد هذه المباراه معظم تكتيك النادي الاهلي في طريقته بيروح على الاطراف ويلعب كره عرضيه. امبارح لو الاهلي جاب 4 تجوان، مش هنتكلم عن فرصه ضياع، كان 4 تجوان 3 منهم اختراق من العمق. ووصل قمه الاداء ان الاختراق من العمق بكرات على الطاير. يعني الجول الثالث كوره مع عبد الله السعيد لوليد سليمان مهد بلمسه واحده عملت يعني الجول الثالث. طب فراح ابو تريكه شايط شغل مباشر. انت كنت شايف الاربع اهداف فيهم شغل جماعي من النادي الاهلي؟ تغيير التكتيك نفسه ان انت بتلعب بتكتيك يناسب طريقتك. يعني انت بتلعب 4-2-3-1. الكابتن محمد يوسف قدر في خلال الفتره دي ان هو يقلل المساحات اللي بين الهجوم وبين خط الوسط، وعشان كده شفنا امبارح النادي الاهلي في كل الكرات المشتركه مع نادي الزمالك هو اللي بيكسبها، سواء في الدفاع او في الهجوم. النادي الاهلي كان ارتداده سريع جدا، عبد الله السعيد بيرجع، وليد سليمان بيرجع، تريكا بيرجع، زي ما كريم رمزي كان بيقول في مشاكل في ده، كان في مشكله فنيه ان الاربعه اللي قدام عمر جابر واحمد عيد وشيكابالا واحمد جعفر ما بيرجعوش. فبالتالي انت بتسبب نقص الكثافه العاديه بتاعتك في نص الملعب، فالنادي اللي قدامك بيروح ب6-2، فطبيعي جدا انت. وعشان كده طبعا اكبر مثال على هذا الكلام نادي الزمالك جاب جون في الدقيقه الثالثه او الرابعه، رد النادي الاهلي كان في الدقيقه 9، كان متقدم في الدقيقه قبل الدقيقه 15 دقيقه 14 يعني بالظبط، يعني قبل ما نعدي 15 دقيقه اصلا، وفي ماتش ديربي المفروض حتى في عوامل نفسيه. لا انت متقدم بهدف اول 5 دقايق ما حافظتش عليه لمده حتى 10 دقائق، انت ما قدرتش تحافظ ليه؟ لان في مشاكل. والنادي الاهلي بصراحه نهني الكابتن محمد يوسف على التكتيك ده، هو ده الاساس. وطبعا المستوى الرائع اللي ظهر بيه لعيبه النادي الاهلي خصوصا وليد سليمان وعبد الله السعيد كانوا ممتازين جدا. واعتقد احمد عبد الظاهر يعني ظهر في المباراه دي بشكل واحب اقول ان ناس كتيره من جماهير النادي الاهلي مدينه بالاعتذار لهذا اللاعب، لان هو كان بيتعرض لهجوم بصراحه مش مفهوم سببه، ولكن الولد فعلا كسترايكر جوه البوكس ممتاز جدا. وده كان واضح في الهدف الثاني يعني، وهيدر ممتاز. يعني كريم لا اصل كريم هقول له حاجه انا عارف ان هو هيضحك عليه. وبالنسبه لاحمد فتحي اللي عمل جولين وجاب جون، احمد فتحي امبارح بصراحه يعني الانطلاقه بتاعت الجون الرابع يعني ولا اروع بصراحه حاجه. والجون الاولاني الثاني عمل الجون الاولاني هو اللي مر الكره وليد سليمان عمل 3 يعني عمل هدفين واحرز هدف ممتاز طبعا. تمام. طيب انا عاجبني بالمناسبه تصريح لمحمد يوسف امبارح، قال لك ان انا فتحي بالنسبه لي يعني لعيب لما تبقى مطمن كمدرب، لما اللعيب يدي يعني تبقى عارف ان اللعيب نازل لو ادنى مستواه
يعني في ادنى مستوى ليه هيديك يعني حاجه هيديك كويسه. حاجة كويسة. فهو قال على احمد فتحي زي فعلا احمد فتحي حتى وهو في ادنى مستوى دي بيقاتل على كل بيجتهد. كوره وبيبقى اداء واضح. طيب كريم رمزي، خلينا نرجع للزمالك. طيب دي مشكله، انت قلت مشكله حلمي طولان ان هو ما نزلش محمد ابراهيم من الاول. كان المفروض محمد ابراهيم يبقى موجود من اول المباراه، لكن نص الملعب يعني كان حاطط 3 في نص الملعب، في قلب نص الملعب، عمر جابر، احمد توفيق ونور السيد. لكن ما ظهروش بالشكل اللي ظهر بيه مثلا نور السيد في المباراه الاولانيه بتاعت 1-1. صحيح. يعني نور السيد في المباراه بتاعت 1-1 كان تقريبا هو نجم خط وسط صحيح. في الفرقتين. ولا توفيق ظهر بالمستوى اللي ظهر بيه ماتش اليوبار اللي كان متميز فيه، ماتش أورلاندو. اورلاندو كان متميز جدا، ما كانش موجود. يعني كان في الاهلي زي ما كريم سعيد قال كان بيصول ويجول، خصوصا ان الشوط الاول شهاب كان رايح جاي في نص الملعب من غير اي حد ما يوقفه زي ما بيقولوا يعني. ايه السبب؟ واضح جدا ان كان في عشوائيه كبيره قوي في وسط ملعب نادي الزمالك امبارح. يعني انا هاخد من كريم ان عمر جابر، انت كمدرب انا اتصور انه كان عمر جابر هو هيبقى مثلث في خط النص، يعني مع احمد توفيق ونور السيد. لا، اكتشفنا ان عمر جابر بيلعب على هجوم كتير وساب نص ملعب الدفاع. نور السيد واحمد توفيق بقوا تايهين. طبعا انت قدام محمد ابو تريكه وعبد الله السعيد ووليد سليمان واحمد ابزار بيرجع لورا وشهاب بيخش وضغط هجومي من كل مكان، واحمد فتحي كمان لو تلاحظ كتير كان بيضم على جوه كمان، كان بيضم على جوه، عشان واضح ان كان يوسف اتكلم ان هو احنا هنهاجم من العمق. كان واضح ان ده بلان، دي خطه محطوطه مش مجرد حاجه عشوائيه. ما شفنا السيد معوض قوي لان السيد معوض كان مركز مع شيكابالا، يعني كانوا خلاص قفل كل مفاتيح اللعب. لا انا عايز اقول لك ان سواء سيد معوض او احمد فتحي الشمال ويمين ابطاله مفعول تماما احمد عبد الملك وشيكابالا. كمان بقى انا عايز اضيف على ده كله ان الامور الفنيه، الامور النفسيه والمعنويه. انت يعني مع كامل احترامي للكابتن حلمي طولان، ما فيش تهيئه لكل لعيبه الزمالك. شيكابالا بيتعصب من اول الماتش، احمد عبد الملك بيتعصب من اول الماتش، محمد ابراهيم نازل متعصب، كل اللعيبه متعصبه. حتى يعني سيبك محمد ابراهيم كمان نازل الفريق متاخر، فممكن نقول ايه العصبيه مبرره شويه. لكن احمد عبد الملك وشيكابالا واصلا الزمالك كان لسه متقدم 1-0، كنا بنشوف عصبيه بدون اي داعي. ليه التوتر؟ ليه ما فيش تهيئه نفسيه؟ في المقابل محمد يوسف اللعيبه بتتعرض لخناقات ومشاكل في الملعب زي سيد معوض، وجات عليه الكاميرا كذا مره وبيحصل بينه احتكاك وبين شيكابالا، وكان هادي وما بيحاولش يتجاوز. تصريحات حتى لو تشوف، وده اللي كان بيتكلم فيه وائل جمعه بس ما كملش على شيكابالا، قال لك ان سيد معوض كانت تصريحاته هاديه بعد الماتش، ما كان ما حاولش عكس شيكابالا اللي هاجم فيها تماما سيد معوض. واضح ان مفيش اي تهيئه نفسيه لعيبه الزمالك ولا كان تهيئه فنيه زي ما قلنا في الاول. اكيد. كريم سعيد، يعني الاهلي نفس مشكلته على مدار الخمس ماتشات، الاربع ماتشات اللي قبل مباراه الزمالك، ان هو بيبقى اداؤه متوازن. لا يعني ما عدا المباراه الاولى بتاعت 1-1 كان الشوط الثاني احسن، بس اداؤه بيبقى متوازن الشوط الاولاني. الشوط الثاني مع نهايته في اخر ربع ساعه بيحصل هبوط بدني، او حال زي ما حصل في مباراه اليوبار، حصل في مباراه اورلاندو اللي كانت هنا في الجونه، وحصلت في مباراه الزمالك. حصل هبوط بدني، الفريق اللي قدامه بيسيطر، بيحرز هدف، بيحاول ان هو يزود الاهداف اللي موجوده. شفناها في ماتش اليوبار اللي كان في الجونه، وشفناها في ماتش الزمالك. ايه السبب؟ هل هو طبعا في سبب مهم ان احنا عايزين نقول الخمس ماتشات النادي الاهلي لعبهم لحتى الان في البطوله كلهم اتلعبوا الظهر، مفيش ولا ماتش لعبوا بالليل. يعني 3 ماتشات في الدور الاولاني بتوع مصر، والمباراتين اللي هم اتلعبوا لغايه دلوقتي كلهم اتلعبوا في وقت الظهر، ما اتلعبش بالليل. مثلا زي مثلا الزمالك مثلا ما لعب اورلاندو في توقيت، طبعا ده بيعمل حمل بدني زياده عن اللاعبين. طبعا تلعب في درجه حراره متوسطه مثلا، او في شويه ندى في الجو، او في يعني بتبقى الدنيا ما فيش شمس قوي، حتى لو في رطوبه عاليه بس بتبقى احسن. وحاجه ثانيه، النادي الاهلي اعتقد في الشوط الاولاني ادرك ان نادي الزمالك في اي وقت، في اي وقت، حتى شفنا بدايه الشوط الاولاني باهداف كتير جدا. هو خلص 2-1. الشوط الثاني بدا شيكابالا مضيع فرصه، النادي الاهلي بيجيب جون يعني هقول لك ايه، يعني بسيط جدا، يعني جون تحس الجون الثالث ده، بص جون عالمي، جون بلاي ستيشن ماشي. بس ما ننساش نقطه مهمه، انه في ديربي
لما انت تحط جون زي ده، اللعيبه نفسها احساسها الداخلي انك تحط جون زي ده، بعدين انت شايف احمد فتحي بيخش من على اليمين يحط لا جون وهدف رابع. احمد فتحي كان بعد فيه كده نقلات دومينيك. كتيره تقريبا 15 نقله جول يعني. وليد سليمان ده كارثه دفاعيه. ده الجول جول الأولاني. وليد سليمان. وليد سليمان الاولاني ما انا هتكلم معاك في الدفاع وحاجه يعني ثانيه يا كريم، فاضل مش لنا قصدي دقيقة كده انا هتكلم معاك في الدفاع. برضه حته سامح ان في جزء طبعا سقوط بدني، لكن برضه في جزء ارتياحيه. معلش يعني انت لو خلاص خدت 4-1 بالك في كوره بعد الجون الرابع لعيبه الاهلي يقدروا يروحوا بانفراد، خدوا الكوره على الشمال وقعدوا يلعبوا كعوب ويرجعوا الكوره، وكان ممكن يروحوا بانفراد. اللي اقصده في يعني استسهال بيحصل طبعا. لا خلاص كمان كان في كوره في العارضه في الشوط الاول انفراد انت ضمنت خلاص 3 نقط. وعشان كده حتى لما نادي الزمالك بدا دومينيك، لما الزمالك بدا يهجم، حتى محمد ابراهيم لما مسك الكوره شفنا ان الاهلي بيتراجع. ده ليه؟ في طبعا في ضعف بدني شويه عن بدايه المباراه، وبرده في اطمئنان ان انا ممكن احط جون في اي وقت. في اي وقت. طيب اخيرا احنا فاضل لنا تقريبا دقيقه ونص. كريم رمزي، رايك في دفاع الزمالك ودفاع الاهلي؟ لان منتخب مصر بيتكون من دفاع بس في نقطه، بس انا اسف طيب. لازم نغطيها، حته تاهل الاهلي رسمي وخروج الزمالك رسمي. لسه في ناس حاسه ان لسه الزمالك عنده امل. انا احب ان نتكلم على دي احسن من الدفاع. يعني نتكلم على النقطه دي، لان شكرا يا كريم، لان دي نقطه مهمه ناس كتير ما تعرفهاش. الاهلي تاهل رسميا مهما كانت النتيجه بتاعه المباراه اللي جايه، الزمالك خرج رسميا مهما كانت النتيجه بتاعه. احنا عندنا سيناريوهين، ايه اللي خرج الاهلي وايه اللي صعد الزمالك على طبعا خلاص هو الاهلي صعد رسمي والزمالك خرج رسمي. الاهلي صعد رسمي ليه؟ عشان هم هيجوا على الاربع فرق. يعني احنا دلوقتي عندنا الاهلي، اليوبار، اورلاندو، الزمالك. لو الاهلي واليوبار واورلاندو تساووا مع بعض في ال10 نقاط هيشيلوا نتائجهم مع الزمالك. الاهلي واورلاندو اللي هيستفيدوا من القصه دي، عشان اليوبار على فرض ان هو هيكسب الماتش الجاي الزمالك هيشيلوا منه 6 نقط، الاهلي هيشيلوا منه بس 4، واورلاندو هيشيلوا منه 3. فاورلاندو والاهلي هم اللي هيصعدوا في القصه دي. قصه بقى ان الزمالك ممكن يصعد، كريم ممكن يشرب. الزمالك برضو مش هيصعد، لان الزمالك في احسن حالاته هيكسب. اليوبار هيصعد لغايه 7 نقط، هيبقى الزمالك والاهلي طبعا يكسب اورلاندو في جنوب افريقيا يبقى 7-7. هنعمل نفس الموضوع، هنلغي النتائج. النادي الاهلي هو الفريق الرابع، وهنشوف بين الثلاث فرق فريق واحد بس هو اللي يبقى الاول بينهم. فساعتها اليوبار هيستفيد، لان هو هيبقى ساعتها 7 نقط. اورلاندو الزمالك هيبقى 6 نقط، واورلاندو هيبقى 4 نقط. فاورلاندو ممكن يخرج. طيب كده بتنتهي حلقتنا معاكم اعزائي المشاهدين. مع الاسف الوقت جري مننا، بس اعتقد ان احنا غطينا القرعه وغطينا اهلي وزمالك. كريم رمزي وكريم سعيد بشكركم جدا. اتمنى ان احنا مع بعض كده دايما، ويبقى مصر في كاس العالم. ليه لا؟ يا رب. اعزائي المشاهدين، نشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي وحلقه جديده من نجوم الرياضه. فالى اللقاء. نجوم الرياضة برعاية شركة الإنجاز التام للمقاولات والاستثمار العقاري.